بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقه الرابعه مننا عاوز تغيظ واطلق زيزو، ربنا يسهل وتكون دي الحلقه الاخيره. فزي ما قلنا اتضح دلوقتي حاجتين غيروا تكتيك النظام خالص. امريكا اديته الوش الخشب وقالت له طالبه منه حاجات يعني كده كده هو هيضيع يعني لو ما نفذش كلام امريكا هتعمل عليه انقلاب او هتشيله او يعني ممكن هتشيله باي شكل من الاشكال. لو نفذ كلامها برضه هيتشال لان الشعب مش هيوافق على ان يستقبل مليون فلسطيني. يعني مش بس ان انت يعني الفلسطينيين على عيننا، مش مشكله خالص مليون فلسطيني، احنا 120 مليون يعني مش قضيه يعني. مصر فيها يمكن 3 4 مليون، مصر فيها يجي 20 مليون عربي. مصر فيها يجي 20 مليون عربي، 3 4 مليون سوري، احنا عندنا اصلا 3 4 مليون فلسطيني، عندنا 2 3 مليون يمني، عندنا 3 4 مليون عراقي، عندنا 2 مليون سعودي مقيمين في مصر اقامه دايمه. فاحنا عندنا يجي 20 مليون عربي، يعني مليون فلسطيني مش هيعملوا لنا حاجه احنا كمصريين. يعني مصر ما شاء الله واسعه واحنا 120 مليون يعني عادي، واحنا متعودين على الفلسطينيين. يعني كل حاره مصريه تلاقي فيها الشامي ده في مصر. يعني موجود في كل حاره مصريه الشامي، عم محمد الشامي، عم احمد الشامي. الشامي ده موجود، يعني موجود في مصر. يعني طول عمر مصر بتستقبل الفلسطينيين عادي جدا، هم جزء من شعب مصر، يعني على طول هم فيهم الروح المصريه. المشكله مش مشكله المليون فلسطيني، المشكله ان انت يبقى انت كده فرغت، حليت لاسرائيل اكبر مشكله عندها اللي هي المشكله الفلسطينيه، فهتتفرغ لك انت. الناس مش فاهمين المشكله ان انت، احنا نظريه مصر من ايام مبارك في مواجهه اسرائيل ان انا هحط لك حاجات تشغلك بنفسك، اللي هي ايه؟ حماس. ذاك تلاقي الانفاق 2000 نفق كان سايبهم حسني مبارك، بتخش منهم الاسلحه والبضائع والكلام ده لحماس. ما هو السلاح اللي بيجي حماس ده منين؟ بيجي من الانفاق. واسرائيل عارفه هذا الكلام، ومبارك رفض ان اسرائيل تراقب الانفاق او تراقب الحاجات دي، ما رفض لا. فمصر كانت تعتمد على ان اشغال اسرائيل دايما بحاجه، بحماس. زي سوريا كانت معتمده على نفس النظريه بحزب الله، يعني هي نفس النظريه. مصر وسوريا بطلوا يحاربوا اسرائيل، وكل واحد فيهم جاب لاسرائيل حاجه تشغله. سوريا جابت لهم حزب الله ومصر جابت لهم حماس. يلا اسرائيل اتخانقي مع دول وخلاص، وسيبي ما تجيش جنبنا، ما تقرفناش. انت لما تفك الحاجتين دول، انت فاكر اسرائيل هتقف ساكته؟ لا، هتيجي عليك هتقول لك لا، انتوا بتهددوا امني. ده انت ممكن يعني لو انت حتى ده ممكن يقولوا السودان بتهدد امن. ده نفذوا اعتداءات على السودان زمان وتونس العالم العربي كله بيهدد امنها. فهي حروب اسرائيل دي سرطان لا يتوقف. الورم السرطاني والعياذ بالله بيتوقف؟ لا. فاسرائيل دي ورم سرطاني. هي عندها حاجه قاعده بتقول انا لازم استولي على المنطقه دي كلها، وده موجود عندهم في التلمود وفي التوراه والكلام ده. فانت مش فكره انت لو حلت لهم مشكله فلسطين هيبقى دوله عاديه. لا 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 لا، يقول لك انت بتشكل تهديد برضو عليا. لا، انا برضو لسه خايفه. ده تهديد. انت نفس الطريقه بتاعت الرومان اللي عملوها مع قرطاج. الرومان ابادوا قرطاج ازاي؟ قرطاج كانت منافس ليهم في البحر، مع ان قرطاج في تونس. الرومان قالوا بداوا معاهم الاباده. قال لك التين بتاعكم بتاع قرطاج اكبر من التين بتاعنا وطعمه احلى. طب احنا هنعمل لكم ايه؟ لا لا، انت كده بتشكل تهديد عليا. ما هو لو التيم بتاعك احلى واكبر، يبقى انت تجارتك هتبقى احسن من تجارتي. الناس هتشتري منك تين، وهو بيشتري منك تين بقى هيقوم شاري زيت زيتون ومشتري برتقال ومشتري مش عارف شمع ومشتري مش عارف ايه ومشتري ايه وانا مش هشتري حد مني حاجه. طب الحل ايه؟ لا، الحل ان انت مش عارف ايه، توقف يعني طلبات كده معينه. فالقرطاجيين يقولوا طيب ماشي خلاص، مش عايزين يحاربوا. بعد شويه يقول لك لا لا مش كفايه. طب ايه؟ عايزين مش عارف ايه. طيب ماشي خدوا. لا لا مش كفايه. طب ايه؟ لا انت ممكن عندك سفن، السفن دي ممكن تحاربنا بيها. هدينا السفن دي. قرطاجين ايه ده؟ مش فاهمين. طب خد السفن. طيب لا برضو مش كفايه، احنا مش ضامنين برضو، خايفين منك. طب نعمل ايه؟ ادينا 300 طفل من ابناء الاعيان في قرطاج، يبقوا عندنا رهائن، هيعيشوا عندنا مكرمين معززين. بس عشان لو حاربتونا يبقى عندنا ورقه نلعبكم بيها. زي عادل امام في الفيلم بيقول اديني اديني شيك بدون رصيد العبك بيه. طبعا الشعب القرطاجي اتجنن بقى. ايه ده طلبات لا تنتهي، وبعدين اديهم ولادنا. المهم اتخانقوا مع بعض داخليا وضربوا بعض، بس قالوا طب خلاص ادوهم ال 300 طفل دول. بعد ما ادوهم ال 300 طفل دول قالوا لهم بصوا بقى، اخرجوا خالص من قرطاج دي، اصلا احنا هنلغي حاجه اسمها قرطاج. روحوا الصحراء. وجم على قرطاج الرومان، وقطعوا كل الاشجار وسمموا ابار الميه وملحوا الارض الزراعيه، جابوا ملح
وغرقوا الارض الزراعيه ملح بميه بحيث ما تنفعش تزرع تاني، وسمموا الابار، ولغوا حاجه من الوجود اسمها قرطاج. اسرائيل هتعمل كده؟ دول ناس قارين التاريخ، قروا كده في التاريخ، احنا ما قريناش يعني الا القله، يعني ده موجوده في قصه الحضاره اقراها يعني. فاسرائيل هتطبق نظريه اباده قرطاج على العرب كلهم وعلى المسلمين كلهم. يعني انت عارف لو احتلت كل الدول العربيه، كل الدول العربيه لحد المغرب والسودان، هتقول لك بس لسه برضو باكستان عامله لنا مشكله، عندها اسلحه نوويه، لازم نحتل باكستان كمان او ندمرها. طب خلاص دمروا باكستان واحتلوا باكستان وبتاع، اندونيسيا برضو ممكن يخش على يعني هي عايزه تستولي على العالم الاسلامي كله، تلغي الاسلام. ده خطه اسرائيل يا جماعه. اللي ما يفهمش دي يبقى مش فاهم حاجه. انت مش فاهم حاجه. هي ده التكتيك، وعشان كده امريكا بتأيدها، لان هي هتلغي لها. الغرب بيأيد اسرائيل ليه؟ لان عارفين ان المخطط بتاعها شطب العالم الاسلامي من الوجود، والعوده الى ايه؟ الى شرق اوسط ما قبل الاسلام. ايام الرومان ما كانوا بيسيطروا على كل العالم الاسلامي ده. اوروبا تقول لك احنا ورثه الرومان، فاحنا لازم نسيطر على كل العالم الاسلامي ده. العالم الاسلامي ده واقف لنا زي الحلق في الزور. لا احنا هندمره ازاي؟ حاولوا يدمروه بالايه؟ بالصليبيين، بالحروب الصليبيه. ما نفعتش، جم بالحروب الاستعماريه، نابليون والانجليز والفرنسيين. الشعوب تحررت. دلوقتي جالك ايه؟ طب نعمل لهم حاجه جديده، الصهيونيه، اللي هي ايه؟ تطوير الفكره الصليبيه. نجيب اليهود اللي هم عارفيننا في حياتنا في اوروبا وامريكا، ونجيبهم نقول لهم تعالوا هم يحاربوا بدلنا. شوف الذكاء ده. اليهود دول مش زي ما انت متخيل اذكياء، اليهود دول اغبياء، لان اليهود اللي بيجي لاسرائيل، طب انت بتحارب بناء، انت بتحارب لصالح مين؟ يعني انا لو انا يهودي ايه اللي يقعدني في فلسطين؟ يعني نفسي افهم، ما اروح امريكا في العز والدلع والبتاع. ايه اللي قعدك؟ دول اغبياء الناس اللي قاعدين دول، عندهم وهم اللي هو ايه؟ ده عادة ملك سليمان. طب ملك سليمان ده هتعيده ازاي؟ بإبادة العالم الإسلامي. اوروبا بتمولنا وخلاص، واحنا قاعدين هنتسلى عليهم. خلصنا فلسطين، هنخش على مصر وسوريا ولبنان، هنخلص عليهم. خلصنا دول، هنخش على ليبيا والسودان ومش عارف ايه والسعوديه، وهنستولى على نقول لك كان في بني قريظه في السعوديه، احنا عايزين ارض بني قريظه. السعوديه فاهمه كده، احنا عايزين بني قريظه تبعنا، عايزين المدينه المنوره دي بتاعتنا، عايزين ناخد المدينه المنوره اللي كانت بتاعت بني قريظه، هنتحاسب بني قريظه وبني النضير وبني الحارس لا ده احنا عايزين الارض بتاعت اجدادنا. وهيطلعوا حاجات اثار فيها، ويروحوا يقولوا للغرب ايوه دي ارض يهوديه ودي تبع المملكه. بعدين يخشوا على اليمن مش الملكه بلقيس اسلمت مع سليمان، وسليمان بعت جيش اليمن واحتل اليمن. طيب يبقى اليمن دي تبع ملك بني اسرائيل، يبقى هياخدوا اليمن وطبعا عمان، وبعدين يخشوا على الخليج وخلاص. اسرائيل هتسيطر على كل العالم الاسلامي. ده خطتها. اللي مش فاهم كده يبقى يتنيل على عينه، يتنيل على عينه. فطبعا نرجع بقى نقول، فمصر فوجئت بان ترامب عايز يحل مشكله اسرائيل اللي الحاليه اللي هي الفلسطينيين، بانه يرحلها على مصر والاردن. تفوق بقى اسرائيل وتبدا تجهز بقى لمصر بقى والاردن، وتجهز لسوريا، وتجهز للبنان، وتجهز للحاجات دي. فطبعا هو لو ما سمعش الكلام ترامب هيفشخه، لو سمع الكلام الشعب المصري هيفشخه، لان في خلاص بقى، هو في ايه بقى؟ ليس بعد الكفر ذنب. انت قضيت على القضيه الفلسطينيه، قضيت على الفلسطينيين والفلسطينيين مش هيوافقوا كمان. انت هتقبض عليهم، تعتقلهم يعني؟ لا مش هيوافقوا يجوا مصر يعني. هم الفلسطينيين دول حجاره؟ لا. فهو لو وافق على الحل يبقى حرق نفسه سياسيا وخلاص، اصبح وجوده واللي ما وافقش ترامب هيعمل عليه انقلاب. طيب فقال لك الحل الوحيد قدامي ايه؟ ابطل بقى حكايه نظريه عايز تغيظه هات له زيزو، وانضم للمحور اللي بيتشكل تركيا، سوريا، قطر، السعوديه، انضم ليه ولو اخد ملحق كده، ولو كرسي كده على على السلم، على سلم الاتوبيس، اقف على سلم، اقف امسك في شباك الاتوبيس. كان زمان في مصر في السبعينات، انت ممكن تتفرج على الافلام دي، كان في ازمه مواصلات جامده جدا، لان البلد كلها كل مواردها راح على الجيش، ومفيش فلوس يشتروا اتوبيسات ولا في حاجه. فكانت الناس الاتوبيس يجي زحمه لدرجه ان الناس واقفه على الشباك، قاعدين على الشبابيك، شبابيك الاتوبيس. تخيل انا كنت ساعات اركب الاتوبيس مش لاقي مكان، كنت لما الاقي حته على السلم وامسك في الشباك كده اللي جنب السلم ده، بقى انا كده كده وصلت. والغريب بقى ان الكمساري يجي لك وعايز تذكره. يا ابني ده انا متعلق في الهوا يعني لو جت اي حد يقوم مديك يطيرك.
هات تذكره السواق